الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قبل كم يوم نزلت مقطع أرد فيه على مبارك الخيارين، الشخص طبعا اللي وصف الشعب الإمارات طبعا آنذاك في الزمن القديم بأنهم كانوا يعملون خدم في منازل القطريين. أعتقد أن هذه مو معلومة دقيقة من هذا الرجل، وهذا الرجل ليس أهلا للثقة أن يكون مصدر لكي يتحدث عن التاريخ. طبعا هو فتح على نفسه، هذا الرجل فتح على نفسه باب طبعا كان مستور عليه، ولكن هو اللي تسبب في نشر كثير من الإثباتات والأدلة تثبت بأن هذا الرجل ليس أهلا للثقة، وليس أهلا أن يتكلم عن التاريخ، وليس أهلا أن يتكلم على أسياده. الكل يعرف ويعلم تاريخ قطر، ونفس ما قلت لكم أن هناك سيكون إن شاء الله مؤرخين سيتحدثون موسعا عن هذا التاريخ. واليوم ولله الحمد شعب الإمارات شعب متعلم، شعب راقي، وشعب يحب البحث. فكثير شفنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي من هذا الرجل، يعني من هو مبارك الخيارين. طلع تاريخه، طبعا بتشوفون وثيقة الضبط الذي تم ضبطه في يوم من الأيام بقضية مخدرات، وممكن أن تشوفونها من خلال هذا المقطع اللي أنا أسجله. ولكن أنا ما راح أضيع وقتي في الحديث عن هذا الرجل الفاشل. هو رجل فاشل وسيبقى فاشل، وسبحان الله الحب يطلع دائما على بدره. ولو بنتحدث، أنا كثير يتني اتصالات بعد ما نزلت الرد قبل كم من يوم عليه، يتني اتصالات من شخصيات مهمة جدا تاريخيين، هم عاشوا الحقبة الزمنية الماضية ويعرفون من هذا الرجل. هذا الرجل الخير اللي حصله من الإمارات، الكرم الكثير اللي حصله من الإمارات أثناء طرده من قطر كثير جدا. وحاولت قدر المستطاع أن دائما ما أحب أتكلم إلا بالإثبات، إلا شيء يكون ملموس، شيء مادي ملموس أتكلم فيه. ولكن خلال الأيام القادمة إن شاء الله سترون الكثير، مش مني أنا، من المؤرخين اللي هم أهلا للثقة يتحدثون عن الحقبة الزمنية الماضية لهذا الرجل. فإن شاء الله ما راح أضيع وقتي أنا مع هذا الرجل وفي الحديث عن هذا الرجل. أنا هذا المقطع هو أريد أتكلم فيه عن رمز الفخر ورمز العزة، رمز التواضع، الرجل الذي عشقناه منذ الصغر. نعم، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه. اليوم أنا التقيت مع والدي ورحت أزوره وأسلم عليه، قعدت أراويه مقاطع عندي في التليفون، وشاف طبعا بعض المقاطع، فسألني قال لي أنا أحد يعني أخوانك رواني مقطع فيديو أنت راد فيه على واحد من قطر، وشو القصة شو الموضوع؟ فقلت له الموضوع كذا كذا هذا، ورويت المقطع. فجأة شفت الوالد يرتجف ويبكي. حضنته. ليش الوالد؟ قال كيف يتجرأ يتكلم على على المؤسسين، على الناس اللي ضحوا بحياتهم للرقي بالخليج، كيف يتجرأ يتكلم بهذه الطريقة؟ طبعا الوالد ما عنده معرفة كثيرة في السوشيال ميديا، ومش متابع في السوشيال ميديا، ولكن حبيت أرضيه وحسن الجو، ورويته مقاطع اللي هي زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الله يحفظه للجرحى، جرحى عاصفة الحزم. ففتحت المقاطع في اليوتيوب وقاعد يشوف، تفاجأت فيه انه يبكي بحرقة، يقول هل ستلد النساء مثل محمد بن زايد؟ وكان يبكي فرحا وفخر. فقال نحن دام عندنا مثل ابو خالد، احنا المفروض يا ولدي لا ترد يقول لي على هالاشكال، خلهم في حالهم. فقلت له ابوي انا اليوم من واجبي كاعلامي ان مهما كان نشارك ولو بحسب معلوماتنا المتواضعه، المعلومات البسيطه نرد فيها على
هؤلاء الشرذمة. خبرته طبعا عن المأساة اللي تسببت فيها طبعا حكومة قطر في نشر ودعم الإرهاب على مستوى العالم، وقال لي خلهم إن شاء الله مدام عندنا أبو خالد احنا بخير وأمورنا طيبة، والله يحفظ الشيخ خليفة وأخوانه. فاللي حاب أقوله أن كنت أشوف المقاطع بعد ما روحت من عند الوالد، قعدت أشوف المقاطع أتصفحها المقاطع هذه، فكنت مركز، كان الوقت يعني هادي جدا عندي، وكنت أطالع وأنا أطالع بتمعن بتركيز تام. فكنت ألاحظ على الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه يوم يدخل في غرفة الجريح أول كلمة يقولها يحلف على الجريح أنه ما يتحرك من مكانه، يقبل رأسه، يحضنهم. يعجز اللسان عن وصف هذه المواقف. يعني نحن يمكن شفنا هذه المقاطع، ويمكن الكل شاف المقاطع هذه، بس خلونا نستشعر قيمة هذا القائد العظيم. يعني هل هناك مثل الشيخ محمد بن زايد اليوم يعني يعامل أبنائه بهذه الطريقة؟ نحن اليوم يعني أنا كشخص قدمت برنامج قبل كم سنة اسمه يمعة خير، برنامج اجتماعي. كانت تجيني مشاكل آباء فعليين وعندهم أبناء ما عندهم رحمة وشفقة على أبنائهم الحقيقيين، كثر اللي شفته في الشيخ محمد بن زايد. فأول كلمة قلتها الحمد لله والشكر، الحمد لله نحن عندنا اليوم قيادة رشيدة مثل هذه القيادة. الجميل في الموضوع أن أثناء الزيارة نشوف أصحاب السمو كلهم واقفين يزورون الجرحى. يعني الشيخ محمد بن زايد ممكن نشوف هذا المقطع وبنعود لكم وشوفوا مدى التلاحم. كيف احنا مش يعني أريد أوصل رسالة لأي طامع في دولة الإمارات، أن كيف تتوقع إذا سولت له نفسه أنه يتقرب لشباك الإمارات، شو يتوقع ردة هذا الشعب اللي يحصل هذه المعاملة من القادة ومن القيادة الرشيدة. خلونا نشوف هذه المقاطع وبنكمل وياكم. الله يسلمك. عرفنا لا والله لا يطول عندك يا السلام عليكم. تحرك أمر سيد الحمد لله على السلامة. الله يسلمك إن شاء الله. الله يحفظك. الله يسلمك إن شاء الله. لا تحرك والله ما تحرك. نطمع ندري. والله ما تحرك. شنو الذي يشتري؟ ما تقول. شنو الذي يشتري؟ الله يطول. لا تحرك. خير. الله يسلمك. خير. ريال هذا محمد. هذا سعيد وعبد الله. مرحبا. هذا الريال ما شاء الله شو اسمه؟ الله يحفظه. الاحتلال الصيادي في السعودية اجتمعنا جند الضباط المقاده عاصفة الحزب عنا يوم نادانا المنادي ما بنرجع للنهزم العدو فضى يا ساتر. طبعا هذه المقاطع أنا ما أريد يعني مش القصد أني أرد أعيدها في هذا المقطع علشان شعب الإمارات يشوفها. شعب الإمارات شافها وماشي في دمه، والحب اللي موجود في قلوبنا لقيادتنا مخلف أبا عن جد، وما راح يعني راح يزيدنا ثقة وحب لقيادتنا الرشيدة. لكن أنا حطيت هذا المقطع لأوصل رسالة للشرذمة البائدة بإذن الله، الذي يحاولون أن يشككون أو أن يستهدفون أمن المنطقة، سواء دولة الإمارات أو مملكة البحرين أو المملكة العربية السعودية. حكومة قطر كان يعني نحن صراحة ما أقول تفاجأنا،
لأن سبحان الله الحب يطلع على بذرة دائما، ما بني على باطل فهو باطل، وإن شاء الله سيزهق هذا الباطل قريبا بإذن الله. ولكن أنا من خلال هذا المقطع أريد أوصل رسالة، والمشهد التاريخي والمواقف اللي قاموا بها قيادة دولة الإمارات، نشوف الشيوخ الشيخ محمد وإخوانه يسلمون على الجرحى، ونشوف مدى الحب. ممكن الشيخ محمد يرسل أي قائد من القوات المسلحة لزيارة الجرحى، ولكن إشراف مباشر، زيارة مباشرة، يقعد معاهم، يتكلم معاهم ومتابع حالتهم. ها طبعا من غير الحب اللي في قلبه، اللي يوم وصل خبر استشهاد الشهداء، نحن متأكدين إذا الجرحى هو يعني حسينا بحزنه على الجرحى، فما بالكم على الشهداء. فلكن أنا أريد أوصل رسالة للطامع. الشباك محمية، دار فيها مثل أبو خالد وإخوانه وحكام الإمارات، الديار إن شاء الله محمية، والشباكنا مكهربة ما حد يقدر يوصلها. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أريد أقول أن دولة الإمارات العربية المتحدة، أو دولة فيها شعب يحكمهم الشيخ خليفة بن زايد ويشرف عليهم الشيخ محمد بن زايد وحكام الإمارات بهذه الأخلاق، بهذا التواضع، لن ولم تستطيعون الاقتراب من هذه الدولة حتى ولو بكلمة. مبلين مبارك الخيارين هذا الحشاش يتكلم يقول والله كانوا خدم. طبعا يعني أنا حبيت أعبر عن شعوري في هذا المقطع، والله يعني الشعور لا يوصف للمواقف الكبيرة اللي يقومون بها قيادتنا الرشيدة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة. قبل ما أختم، اللي عجبني من خلال التهجم اللي تهجم فيه مبارك الخيارين، اللي إن شاء الله سيكون خادما قريبا في بيوت الإماراتيين، في ردود يت من كبار السن، ويمكن شفتوا القصايد وبعض المقاطع، مو بس من الإمارات بل من العالم أجمع. يعني أنا وردني اتصال من أحد الدول الآسيوية، شخص كان يعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة واليوم هو تقاعد ومرتاح عند عياله، فاتصل بي ويتكلم يقول أنا يعني سمعت كذا وشفت كذا، وهذا يعني شو يريد، يعني ليش يتكلم بهذه الطريقة كذا، نحن مستعدين أي شيء. يعني قلت له نحن ما نريد منك غير الدعاء، أنت رجل صالح ورجل وفي وما نريد منك غير الدعاء. الإمارات محمية بإذن الله بقيادتها الرشيدة، الإمارات محمية بشعبها الحر الأبي، الإمارات محمية بالإخلاص والوفاء والولاء والانتماء، ونعلن للعالم أجمع من خلال هذا المقطع: الإمارات خط أحمر.